السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفوا يا جماعة إن ممكن إهمال أم يسبب لها حكم بالإعدام؟ نعم، هقول لك والله زي ما بقول لك، بس عايز تعرف إزاي؟ كمل لآخر الفيديو وحضرتك تعرف. بكل بساطة إحنا كلنا عارفين طبعا إن الأم هي المسؤولة الأولى عن رعاية أطفالها، سواء من تقديم أكل أو شرب أو رعاية صحية، وهي المسؤولة سواء أمام القانون وأمام العرف وأمام كل الناس. ولكن ممكن تيجي أم تسيب أطفالها يوم يومين 3 4 من غير أكل أو شرب أو رعاية. كام يوم دول يتسببوا في قتل الأطفال، مش موتهم، قتلهم. يتحاسب بجريمة قتل. جريمة قتل إيه يا عم؟ جريمة قتل هو ممكن يتحاسب بقتل خطأ، ولكن متى ثبت إن هي أهملت الأيام دي أو أهملت تقديم الرعاية ليهم بقصد قتلهم، بيتحكم عليها بالإعدام. والله زي ما بقول لك بيتحكم عليها بالإعدام. تقول لي يا عم أنت هتألف؟ أنت جايب كلام من دماغك؟ أقول لك لا، أنا لا بألف ولا جايب كلام من دماغي، ولكن أقول لحضرتك المسألة دي بتتلخص في حاجة اسمها القتل بالامتناع أو القتل بالترك. قتل ايه بالامتناع وايه قتل بالترك؟ اللي احنا عارفين انه في واحد قتل واحد عن طريق ضربه بالنار، نعرف ان قتل واحد انه زقه من حته عاليه، ممكن قتل واحد حط له سم في الاكل، قتل واحد ان هو داسه بالعربيه، حاجات كتير القتل. انت جاي تقول لي قتل بالامتناع وقتل بالترك؟ يا عزيزي سيبنا اكمل وانا اعرفك يعني ايه قتل بالامتناع وقتل بالترك. بكل بساطة يا جماعة هي المسألة مش متعلقة بالأم بس، ولكن المسألة متعلقة بكذا حالة. يعني على سبيل المثال رجل مسعف مسؤول في مثلا في وزارة الصحة، والراجل في هيئة الإسعاف ماشي لقى واحد بيموت، وكان المفروض يتقدم له الإسعافات الأولية، ولو كانت الإسعافات دي اتقدمت له في الوقت ده كان عاش، وسابه ومات. بيتحكم بقضية قتل ده لو هنتصنف الوضع القانوني بتاعه. طيب هل راجل اسعاف بس؟ لا، في راجل مطافي برضه هو مسؤول في مكان، ويجي مره واحده يلاقي بيت بيولع وكان العربيه موجوده وبايده انه يطفي المكان، وفي واحد بيستنجد وسابه يموت. بيتحاكم مفروض بقضيه قتل. قتل من ايه؟ قتل انه ما عملش حاجه؟ قتل ان هو ما عملش، لان المفروض ان هو يعمل بس ما عملش. واحد شرطي في مناوبته لقى واحد ماسك سكينة وهيضرب التاني، وكان بإيده إنه يمنعه وسابه بمزاجه، يحاسب بقتل بالامتناع. ولكن هنا القتل ممكن يعتبر قتل خطأ، في قتل عمد. قتل خطأ اللي هي مسألة عادية وتعتبر مسألة خلاص هو مش قصده، ولكن لو في ثبت إن الشخص ده قصده إن يسيب الشخص ده علشان خاطر يموت، ممكن يتحاكم بقضية قتل عمد هو كمان، وممكن يوصل الحكم بيها للإعدام. طيب انت يا عم قلقتني يا عم حسن، يعني انا امشي في الشارع ولاقي واحد ماسك سكينة لواحد وجاي يضربه وما انقذتوش، ابقى انا قاتل او اتحاكم بقتل؟ اقول لك لا يا عزيزي، هي المسألة مش مسألة كده خالص، ولكن القانون حط هنا شروط في المسألة دي. من ضمن اهم الشروط في المسألة دي اللي اوضحها في القانون هي ان يكون الشخص ده مسؤول عن الحاجة دي. يعني ايه؟ يعني ده شغله، راجل المطافي ده شغله، رجل الاسعاف ده شغله، الشرطي ده شغله، الام ده شغلها. هتيجي تقول لي طب انا دلوقتي استفدت ايه من الفيديو ده، او ان انا يعني عرفت بيه ايه؟ هقول لحضرتك الاستفادة بيه كالآتي: هي رسالة لكل شخص مسؤول، لأم مسؤولة عن أطفالها. إهمالك ممكن يسببك في موت أطفالك، مش معنى كده ان انت مهملة، معنى كده ان انت تبقي قاتلة، ودي حقيقة. والعقوبة اللي اكبر من كده انك انت تحرمي من اطفالك من اهم حاجة ربنا اداها لنا. رجل مسؤول واي واحد مسؤول في مكانه يتقي الله في عمله، يتقي الله. اذا كان رجل مطافي او رجل اسعاف، الناس يا جماعة بتتعلق بأشياء. اتقوا الله في شغلكم، لانكم مش هتتحاسبوا عن اهمال بس، انت ممكن تتحاسبوا كقتلة. كل سنة وحضراتكم طيبين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، اللي بيقول عليه ده اللي هو الاشتراك يعني باللغة بتاعتنا. السلام عليكم.